السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان ولكل متابعينا على الصفحة. نستضيف أحد الشباب ونسأله كده على الأوضاع بتاعة المجتمع، ويعني هل هو راضي عن اللي بيحصل في البلد أو مش راضي، ويشوف الدنيا معاه ايه، لأن ده جيل الشباب ده جيل المستقبل وهم عماد الدين. السلام عليكم يا أستاذ يا محترم، عرف نفسك للسادة المشاهدين. أنا سعد حمدي، بقول لكم حال البلد حال بايظ. انت منين يا اخ سعد؟ أنا من برج البرولس من عكاشي. مدينة برج البرولس من عكاشي. محافظة ايه يا أستاذ سعد؟ أيوة دي محافظتي كفر الشيخ. أحسن ناس يا أستاذ. بقول لكم يا جدعان، الجيل اللي هو بتاع اليومين دي جيل بايظ. حضرتك راضي عن الأسعار اللي بتحصل في البلد؟ الأسعار غالية مولعة نار بسبب التجار الكبار مغلين أسعار جامد. حرام عليكم يا جدعان، وانتوا فيها يا جدعان، وانت تجيب الحاجة بتمن تبيعها بالتمن التاني، دي احنا كده هنموت من جوع ولا نعمل ايه ولا ايه؟ حد يرد عليا، يعني كده هنموت من جوع ولا نعمل ايه يعني ايه؟ انا بقول لكم يعني كيلو السكر يعني اول يعني اقول لك يعني ب 14 جنيه تبيع انت ب 20 ليه؟ حرام ولا حالك دي؟ يعني بيوقف للاكل خاطر انا راجل عاوز اشرب شاي، اعمل ايه يعني ايه؟ قول لي والنبي اعمل ايه كده؟ يعني والحاجه مولعه نار وكل يوم في الزياده وكل يوم في الزياده. حرام عليكم يا جدعان. لكل راجل محترم ولكل زبون ولكل تاجر جملي، ارحموا في الارض يرحمكم في السماء. فلوسك دي هتوديها فين؟ ما انت كده ولا كده رايح التراب، مهما تجمع ومهما تكبش ومهما تعمل مش هينوبك الا العمل الصالح. فصح الاعمال وصف نيتك وتبرع للجوامع او تتبرع للمساكين. هل لو مسكين جالك وخلك يديني الحاجه بنص التمن، واحد تعبان مش لاقي ياكل، هتديله؟ طبعا انت مش هتديله، هقول له انت معكش فلوس روح موت من الجوع يا عم. مش اللي يحصل؟ حرام ولا حاجه كده يا جدعان؟ اتقوا الله يا جدعان، فينا يا جدعان؟ اتقوا الله فيني. ابى اقول لكل راجل محترم ولكل تاجر كبير، انتوا كده بتبوظوا الدنيا والله. يعني وربنا شايفكم ومطلع عليك والله العظيم، ربنا شايفك ومطلع عليك، ومهما تجمع في فلوس ومهما تكبش في فلوس انت مساك التراب والكفن ملوش جاب. الكفن ملوش جاب يا جدعان. اعمل لكم يعني اقول لك ايه بس يا عم، الحاجه باخد غاليه والحاجه باخد مولعه نار، يعني اتقوا الله فيني. حرام عليكم، حرام والله. أكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أوجه لكم رسالة لأحد الشباب اللي في سني، وقبل ما بنصحكم بنصح نفسي الأول. يعني دلوقتي في حاجة اسمها الموضة ديت، يعني امشي مطلون مقطع، وانا ما امشي مطلون مقطع من عندي العورة. هينفع اخش الجامع؟ هينفع اصلي؟ اللي هو بيبقى طالع من بيته ما بيبقاش عاوز يخش الجامع، يمشي مطلون مقطع ومطلون ملزق كده، والشغل ده ما ينفعش. يعني انا بنصح الشباب اللي هي في سن 15 سنة لحد سن 20 سنة دمت فاكتر، يعني 5 سنين دمت فاكتر اخطر مرحلة للشباب. ال5 سنين دمت اخطر مرحلة بيمر بها البني ادم. وطبعا الشاب من ده ومشي بحزق وملزق ويقوم جاي رايح لابس منطون مقطع وعورته تبان، هيصل الزندي، هيخش الجامع زندي، هيجيله قلب نظيف. ازاي يخش الجامع؟ ده ربنا مطلع عليه وشايفه، ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه وشايفه. ويعني وبيمشوا في الغلط يامي ومش عاوزين نفات، يعني اللي بيشرب واللي بيعمل واللي بيخلي الشغل ده كله ما يعني في ناس ماتت بسبب الادمان وبسبب وجع الدماغ ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوجه رساله من القلب الى كل اب وام ان يراقبوا اولادهم في هذه الايام العصيبه جدا التي ظهر الفساد.
التي ظهر الفساد وفي البر والبحر وفي كل حتة. كلكم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، لما اطلع عليكم اطلع على أولادك، وكل راعي مسؤول عن رعيته، كل راعي مسؤول عن رعيته. ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى، بيقول لك علموهم في 7 وضربوهم في 10. خد ابنك الجامع وياك، خد ابنك علمه الأخلاق، علمه ازاي يحب الناس، علمه ازاي يستضيف الناس، علمه يعني ينظف قلبه، مش تروح تسيبه صيع على السكة أو تسافر وتسيبه أو هنا ولا هني، يعني صيع على السكة، واحد يضحك عليه بسجارة، واحد يضحك عليه بحشيشة مش عارف ايه، تبهدله ويمشي ملزق ويمشي حاجة. دي الموضة، موضة ايه يا عم؟ موضة ايه يا عم؟ صل على النبي، امال يا عم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما سمعتوا رسالة أحد الشباب، رسالة من القلب، وأن يتمنى لكل الجميع الخير والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.